طبعا كلنا عارفين انه عمل مقتبس ومقتبس من واحد من اشهر المسلسلات الامريكية، فيجي في بالك على طول مسلسل اتعرض زمان في رمضان من 3 سنين، خصوصا انها نفس الاجواء تقريبا، مكاتب المحاماة اللي كلها ازاز وفوطيات فخمة من ايكيا وقضايا انت ما تسمعش عنها في بلدك اصلا او انها ما عدتش عليك في صفحة الحوادث. والحقيقة ده يمكن اكتر مسلسل تابعته وقتها، وده بسبب ان احداثه كانت تشد، ده طبعا بخلاف جودته وشخوصه اللي مكتوبة كويس، فتفترض انك هتشوف دلوقتي نفس اللي انت شفته زمان، وبمرور الحلقات هتكتشف بل هتتفاجئ انك بتشوف حاجة جودتها اعلى. لا ومش بس كده، انت هتشك انه مسلسل امريكاني اصلا، وان الاسامي الاجنبية اللي مكتوبة في بداية كل حلقة ما هي الا ضمان بسيط لحقوق الملكية الفكرية لشركة باراماونت، وان في مجهود ضخم قدمه شريف بدر الدين وائل حمدي لتمصير الاحداث، او ان الاحداث يمكن لاقت على البلد اكتر. فبخلاف قصة المحافظ اللي دخل السجن، فبنشوف الست مراته الموجوعة اللي بتحاول تعيل البيت وترجع لمهنة المحاماة، بيديلك الانطباع ان القصة مصرية، بجانب انه بيحصل توازن رائع في الاحداث وخطوط درامية ما بين الشغل وعلاقتها بزمايلها في الشغل، وعلى رأسهم زميلها اللي كان في الكلية زمان، وما بين الأسرة والأولاد اللي بيحاولوا يعيشوا في البيئة الجديدة عليهم دي، وما بين قضية جوزها اللي ما تعرفش إذا كان هو فاسد ولا لأ لحد دلوقتي. ومع كل الخطوط الدرامية اللي قدامنا، بتفضل القضايا هي أساس كل حلقة، واللي ميز المسلسل ده عن مسلسل سوتس بالعربي الحقيقة يمكن لأن الأخير اختص بقضايا الشركات أكتر، لكني أعتقد إننا كمشاهدين بنميل أكتر للقضايا الجنائية. وهنا لازم نقول إن مشاهد المحاكمة كانت من النقاط القوية والواضحة في المسلسل، وإذا كان في جهد مبذول في مسألة تمثيل الأحداث، فالفضل يرجع برضه لكل الممثلين اللي في العمل. وهنا بتجيلك ملحوظة يمكن محدش واخد باله منها، لأن البطلين الرئيسيين أو خلينا نقول التلاتة اللي في البوستر ما هماش مصريين أصلا، واحدة من تونس والتاني من الأردن، أما التالتة فهي من سوريا. 3 ممثلين علاقتهم بمصر إنهم اشتغلوا فيها مش أكتر، يخليك كده تسرح بخيالك وتقول إن جودتهم على مدى السنين اللي فاتت نسوك إنهم مش مصريين. هند صبري وأفلامها اللي من بداية الألفينات تحولت لأشطر ممثلة في مصر. إياد نصار من كتر المسلسلات اللي قدمها هنا واتقانه للهجة المصري نساك إنه أردني في الأساس. جوانا مراد فضلت بعيد عننا شويتين، لكنها ممثلة ممتازة في النهاية، وأعتقد إن ده أفضل أعمالها لحد دلوقتي. وإذا كانوا الأبطال الرئيسيين ممتازين، فإحنا ما نقدرش ما نتكلمش عن هدى المفتي اللي كانت لحد وقت قريب موديل وش جميل شاب لا تتعدى كونها حبيبة أحمد داش أو أحمد مالك، فتشوف إن الدور هيكون نقلة مهمة في حياتها الفنية. أما بالنسبة لعلي طيب فالكلام عنه مش هيقدم ولا يأخر، الولد موهوب جدا، وأعتقد إن الوقت جه إن تكون له أدوار أفضل من كده في المستقبل. وجود ماجد المصري ودوره اللي تحس إنه مكتوب على المقاس بالظبط ادى العمل والأحداث التقل المناسب. نهى عابدين بننسى معاها دورها اللي كان في العتاولة الأولاد الصغيرين، خصوصا الطفلة منا واللي قدمت دور أكبر من سنها، حقيقي معرفش لقوها فين وازاي. ومش هيفضل لنا غير الأستاذة ليلى عز العرب مديرة البنك اللي بتسيب كل حاجة وتتجه للتمثيل، فنشوف فنانة بالفطرة. واللي متابع منكم كويس مسلسل أم كلثوم وشاف شخصية أبو العلا محمد مكتشف كوكب الشرق، واللي قدمه الفنان الكبير رشوان توفيق هو في الأساس جد الأستاذة، فتعرف بقى الفطرة دي جت منين. احنا وصلنا النهاردة للحلقة رقم 21، والأحداث بتقرب للنهاية وبتزداد سخونة بمرور الوقت. بتيجي في بالنا أسئلة كتير، مستقبل علاقة أميرة ويحيى واللي واضح إنه له أسراره، مصير عمر المنسي وقضيته يا ترى هتخلص على إيه، المذيع الرخم اللي قدمه حضرة النقيب باقتدار شديد هل هيرجع في الأحداث ولا لأ، حتى البنت اللي باينة أكبر من سنها وخربة الدنيا يا ترى إيه هي نهايتها. كل ده هيبان بمرور الحلقات اللي بتنسينا إن المسلسل أمريكاني بالأساس. آسف على الإطالة.